السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طبعا يا جماعة، قبل ما ابتدي الفيديو لازم اشكر كل اخواتي وكل حبايبي اللي سألوا عليا. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وربنا كده يديم المعروف ما بيننا، اللهم امين يا رب. ومتشكرة جدا 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 لكل اخواتي وكل حبايبي اللي كانوا بيدعوا لي. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. طبعا يا جماعة، النهاردة كده برضو جايبه لكم فيديو المانجا. انتوا طبعا هتستغربوا ان المانجا لسه شغالة لغاية دلوقتي. لسه يا جماعة والله العظيم في مزرعة في عرابي زي ما انا قلت لكم. لسه المانجا شغالة حاليا لغاية الآن. فيها مانجا زي ما انتم شايفين، لسه على الشجرة اهوت. لسه قدامها بتاع 15 يوم او 20 يوم عبال كمان ما تخلص. طبعا كان زمان شهر 7 موسم المانجا لغاية شهر 8 او 9 بالكتير قوي. وما تلاقيش تاني حباية المانجا دي على الشجر خلاص. انما دلوقتي الحمد لله رب العالمين، طبعا الفاكهة متوفرة والمانجا كتير ما شاء الله اللهم بارك. طبعا المانجا كتير يا جماعة، هو ما شاء الله اللهم بارك، في مزرعة عرابي في مصر. ما شاء الله طبعا اللهم بارك هو. انا مش حرماكم طبعا من اي حاجة. وطبعا المانجا من احلى الفاكهة ومن احلى المناظر الطبيعية، ما شاء الله اللهم بارك. قلت بقى النهاردة لازم اوريلكم المناظر الطبيعية دي. طبعا يا جماعة دي مزرعة ابني احمد الكبير شغال فيها. فقلنا له بقى يا احمد صور لنا كده الفيديو الجميل بتاعك. فطبعا صور لنا الفيديو. يا رب بقى النهاردة الفيديو يعجبكم كده. وطبعا انا قلت اوريلكم المانجا لغاية الان يا جماعة شغالة. ما شاء الله بصوا المانجا ما شاء الله اللهم بارك، كبيرة جدا، اللهم صل على النبي. دي مانجا كيت يا جماعة. فيها مانجا كيت ومانجا اجنبي. هي مزرعة على بعضيها كده، ما فيهاش غير نوعين اتنين بس، اللي هي الكيت والاجنبي. ما فيهاش ولا بلدي ولا الانواع التانية دي خالص خالص. وزي ما انتم شايفين الشجر بتاعها صغير. طبعا يا جماعة انا صورت لكم قبل كده في مزرعة الشرقية. المانجا بتاعتنا هناك في الشرقية كل انواعها. انما دي نوع واحد او نوعين اتنين بكتير، يعني هي الكيت والاجنبي. وربنا يديم ما بيننا المعروف يا رب. واتمنى يا جماعة الفيديو النهاردة يعجبكم. ومانجتنا كده مانجة شوشو تعجبكم. يعني انا مش حرماكم طبعا من حاجة خالص. ان كان صيف وداخلين على الشتاء خلاص اهو. صيف وشتاء المانجا شغالة. بس هي خلاص قدامها بتاع 20 يوم، ما يكملش الشهر ان شاء الله وتشطب. زي ما انتم شايفين المانجا اللهم بارك، اللهم صل على النبي، ربنا يزيد ويبارك يا رب. اللهم صل على النبي. بصوا يا جماعة الحباية ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. والشجر زي ما انتم شايفين صغير جدا جدا جدا، قصير يعتبر. الشجر نفسه قصير اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهوت. طبعا انا قلت لازم اوريلكم، انتوا طبعا حبايبي واخواتي وبتحبوا المناظر الطبيعيه، فقلنا بقى نصور لكم كده في المزرعه شويه كده، شويه مناظر كده طبيعيه. يا جماعه المانجا لسه شغاله، يا جماعه المانجا لسه شغاله. مين هيقول لي هاتي حبايه مانجا يا شوشو؟ بص يا جماعه المانجا اللهم بارك. ربنا يا رب يزيد ويبارك يا رب، اللهم امين. اتمنى يا جماعه يكون فيديوهاتي بتعجبكم وتنول اعجابكم، واكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. وطبعا ربنا يحفظنا يحفظكم ويبارك فيكم ويخلينا لبعض، وما يحرمناش من بعض ابدا يا رب. لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نكبر. ايد لوحدها طبعا ما بتسقفش. لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان ربنا يوفقنا ونكبر كده، هنكبر ببعضينا ان شاء الله. يا احلى عيلة واجدع عيلة.
ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويديم ما بيننا المعروف، ويوفقكم ان شاء الله في قنواتنا وقنواتكم وقنواتي ان شاء الله. طبعا والله العظيم عايزه اقول لكم ان انا يعني مش مجمعه الكلام بصراحه، بس يا رب يكون ضيفه خفيفه على قلوبكم النهارده، واحلى مانجا واحلى مناظر طبيعيه واحلى شجر مانجا. اصغر شجر مانجا يا جماعه، بصوا الشجر الصغير خالص اهون، وما شاء الله اللهم بارك طارح جايب مانجا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا يا جماعه المانجا الشجر نفسه عامل ازاي، مش شجر كبير، لا شجر كده صغير. عايزه اقول لكم المانجا دي بتبقى جميله جدا 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 في الاكل وفي العصير كمان، بتبقى كده ملحمه كده كلها لحم طبعا، وبتبقى جميله قوي يا جماعه والله العظيم. يعني هي نوعها زيها زي الزبده كده مثلا، بتبقى كلها كده لحمه كده من جوه، وبتبقى جميله جدا 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 في العصير. سبحان الله بتبقى ريحتها يعني هقول لكم ايه، بتبقى جميله خالص. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم. اتمنى يا جماعه ما تنسوناش بقى في اللايكات واشتراكاتكم الحلوه، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان عيلتي طبعا مش هتكبر غير بيكم. وشاهدوا الفيديو والله العظيم هيعجبكم، احلى مناظر طبيعيه مع اختكم شوشو حبيبتكم، وانتوا حبايبي واخواتي، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويخليكم لاولادكم يا رب. واكتبوا لي بقى في الكومنتات يا جماعه ايه رايكم في المانجا، ومين هيقول لشوشو هاتي حبايه مانجا يا شوشو. وتسلموا لي يا احلى واجدع عيله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. شاهدوا يا جماعه الفيديو للاخر هيعجبكم، احلى مناظر مانجا واحلى مانجا على الشجر. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. تسلموا لي احلى اخوات. يا عم هيفصل.